في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها وحفاظا على الصحة العمومية، تمكنت فرقة حماية البيئة للدرك الوطني بالجزائر بالتنسيق مع فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر من وضع حد لنشاط شركة يقوم أصحابها بتغيير تاريخ صلاحية المواد الطبية. العملية جاءت بناء على معلومات واردة إلى فرقة حماية البيئة مفادها وجود شركة مختصة في صناعة المستلزمات الطبية بزيرالدا تقوم بتسويق منتوجاتها المغشوشة والفاسدة والمنتهية الصلاحية للمؤسسات الاستشفائية العمومية عبر مختلف ولايات الوطن. استغلالا لهذه المعلومة تم التنقل نحو مقر الشركة، حيث تبين من خلال التفتيش وجود كميات من المواد الطبية الفاسدة المنتهية الصلاحية. مواصلة للتحقيق تم تحديد مكان المستودع السري الذي كانت تستغله شركة لتخزين هذه المستلزمات بطريقة غير شرعية قبل تسويقها. بعد الاستعانة بممثلي الصحة والتجارة والمفتشية التابعة لوزارة الصناعة الصيدلانية، تم التأكيد بأن جميع هذه المستلزمات المضبوطة من طرف مصالحنا فاسدة ومضرة بصحة الإنسان وتشكل خطرا على الصحة العمومية. العملية مكنت من توقيف 3 أشخاص متورطين، إضافة إلى حجز أكثر من 500,000 وحدة من المستلزمات الطبية من مختلف الأنواع المحلية وأجنبية الصنع. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المتورطين أمام السلطات القضائية لارتكابهم جنح الغش في المواد الطبية، خداع المستهلك في تاريخ نهاية الصلاحية، عرض للبيع منتوج مع العلم أنه مزور أو فاسد.